اليوم راح نبلش نشرح الحاسوب نظري أولى. أول شي عندي تعريف الحاسوب الآلي إنه هو جهاز إلكتروني أقدر أنا أخلي بداخله بيانات يعني أدخل بداخله بيانات عن طريق وحدات الإدخال اللي هسه راح نيجي نعرفهم شنو هن، والنوبة أعالجه بوحدة المعالجة اللي همين راح نعرفها شنو هي، وأقدر أخزنه بداخل هذا الحاسوب عن طريق وحدات التخزين، حتى مثلا أنا بأي وقت أريد أرجع لها أقدر أرجع لها، بأي وقت أريد أعدل عليها أو أعالجها أقدر. وأيضا عندي وحدات إخراج تخرج لي هذه على هيئة معلومات أقدر أستفيد منها. هذا ممكن يجيني MCQ، اي نعم ممكن يجيني MCQ، ممكن يجي يشيل لي اللي باللون البرتقالي او اللي باللون الازرق وتجيني بالMCQ، بس يعني انه نقول انه هي تجي بنسبة 3%. سلايد اللي وراها هذه مصطلحات مهمة جدا، لازم افرق بين الداتا والانفورميشن وغيرها. فاول شي عندي الداتا، هي عبارة يعني هي بيانات مجموعة من رموز، من ارقام، من صور، هذني ادخلهن حتى اعالجهن، زين، يعني حتى ارتبهن، يعني راح اسوي لهن معالجة. المعالجة شنو هي اجراء عمليات، يعني انا اسوي عملية ضرب جمع طرح على هذه البيانات اللي هي الداتا. من خلال ما انا عالجت الداتا، زين، راح احصل على information. هاي الانفورميشن هي معلومات احصل عليها من اخلص معالجة، زين. فهسه اول شي عندي انه اول شي ادخل بيانات اللي هي داتا، بعدين احصل information، بعدين راح يكون عندي معرفة لكل مجموعة من المعلومات. راح أجي أنا عندي الحاسوب، مكونات الحاسوب الآلي. أول شي أنا عندي هو راح يتكون من شغلتين، المكونات المادية هي الأشياء الملموسة، والمكونات شنو هي المكونات البرمجية اللي هي الأشياء الرقمية، التطبيقات وهذه الأمور. فعندي المكونات المادية اسمها هاردوير، والمكونات البرمجية اسمها سوفتوير. راح نجي للمكونات المادية اللي هي الهاردوير، هي مجموعة من أجهزة أقدر ألمسها وأقدر أشاهدها، زين. أكو منها تكون داخل الحاسوب، يعني ضمن تركيب الحاسوب، ومنها تكون خارج أو متصلة سلكيا أو لاسلكيا بالحاسوب، زين. راح تنقسم لي إلى عدة وحدات، زين. هنا أنا عندي وحدة الإدخال اللي هي input unit، ووحدة الإخراج اللي هي output unit، ووحدة المعالجة المركزية اللي هي control unit، ووحدة التخزين الثانوي اللي هي secondary unit، زين. يعني هي الوحدة مال التخزين الثانوية. هنا راح نجي إلى المكونات اللي هي البرمجية، اللي هي الأشياء اللي قلنا رقمية أو غير ملموسة مثل التطبيقات وغيرها، اللي هي السوفت وير. هي مجموعة من البرمجيات اللي لازمة لأداء خصائص ومنهن التشغيل. مثلا عندي نظام التشغيل اللي هو OS، والبرامج التطبيقية اللي هي application software، ولغات البرمجة اللي هي programming language، زين. مكونات المادية اللي قلنا هي الأشياء اللي ممكن تتصل سلكيا أو لا سلكيا، والأشياء الملموسة هي. راح نجي للمكونات المادية اللي هي الهاردوير. هذه راح تتكون لي من 4 أجزاء مهمة، اللي هي قلنا وحدة الإدخال اللي هي input unit، ووحدة الإخراج اللي هي output unit هذه، وأيضا عندي وحدة المعالجة المركزية اللي هي control اللي اختصارها CPU، واللي هي تتكون لي من وحدة الحساب والمنطق. هذه هي الوحدة الخاصة بأي عملية حسابية ومنطقية اللي هي ILU، ووحدة التحكم اللي هي control unit، ووحدة الذاكرة اللي هي شنية mini memory unit، وعندي وحدة التخزين اللي هي من ضمن وحدات المكونات المادية اللي هي وحدة التخزين الثانوي، زين. هذا مخطط مهم، هذا لازم ينحفظ، زين، لأنه من خلاله راح تذكرون هذا المربع اللي هو ممكن تجيني عليه MCQ هواية. السلايد اللي بعده راح يحكي لي نفس الحكي اللي حكيناه من ساعة، إنه الحاسوب الآلي راح يتكون لي من نوعين من المكونات، مكونات سوفت وير برمجية، ومكونات مادية هاردوير. البرمجية اللي هي 3 أنواع، نظام التشغيل، نظام التطبيقات، ونظام اللغات مال البرمجية، زين. وهنا أنا عندي وحدة تخزين، ووحدة معالجة، ووحدة إدخال وإخراج. السلايد اللي بعده راح يبلش يحكي لي عن المكونات المادية اللي هي أولا عندي وحدة الإدخال. وحدة الإدخال هي عبارة عن أجهزة من خلالها راح يستطيع المستخدم إنه يدخل بيانات أو يعدل على البيانات. وهنا أنا عندي هواية أمثلة لازم نحفظ أسمائهم عربي وإنجليزي. عندي الكيبورد، الماوس، السكانر اللي هو الماسح الضوئي، وأيضا الجويستيك، والباركود، والميكروفون. راح نيجي نبلش بوحدة الإدخال اللي هي تعتبر من أهم. فإذا قال لي ما هي أهم وحدات الإدخال،
ما هي أهم وحدات الإدخال التي تستخدم، ما يقولي لي إدخال الأحرف وهذا لأنه راح يكون حلها أو ممكن يساعدني بها. فاللي هي تعتبر أهم وحدات إدخال هي الكيبورد، تحتوي لي على حروف وأرقام ومفاتيح تخص الآلة الحاسبة، وتحتوي لي على الأسهم، وتحتوي لي على مفاتيح خاصة بالتحكم، هذه مفاتيح تحكم، وأيضا راح تحتوي لي على مفاتيح وظائف، هذه تأدي لي وظائف وعرفناها بالعملي إجتنا، يعني انشرح لنا إنه هذه الأزرار هي إنه تأدي لي وظائف معينة، راح نعرفها بعدين لما نشرح عملي. هسه هنا راح نجي نعرف عن الماوس. الماوس الفارة اللي هي عبارة عن جهاز صغيروني يرتبط سلكي أو لا سلكي، يكون بحجم كفة اليد، يتكون من زر أيمن وأيسر، وعندي عجلة، هاي العجلة اللي بالنص اسمها سكرول. المفتاح الأيسر اللي هو مهم جدا لغرض تأشير تنفيذ إدخال. الأيمن راح يكون لأغراض قوائم مختصرة، وهم شرحنا هواية عنهم بالعملي. راح نجي إلى الماسح الضوئي السكانر، اللي هو جهاز يقوم بمسح الصور ضوئيا وإدخالها إلى الحاسوب. زين شلون يحولها؟ أول شي يحولها إلى صورة رقمية ويغير لي حجمها، النوبة راح يحولها إلى الحاسوب. زين، أما يخزنها أو يستخرج اللي يريده منها. هنا الجوستيك هي عبارة عن أداة أستخدمها لمن أحتاج حركة سريعة ودقيقة. الميكروفون يلتقط لي الأصوات، يحولها إلى طاقة كهربائية وينقلها إلى الحاسوب بشكل رقمي. زين، خلصنا وحدات الإدخال، هذا آخر نوع يمكن. راح نجي لي الباركود. الباركود هو نوع من السكانر. زين، راح أجي بيه خطوط متوازية يقراها، هاي موجودة بالمحلات التجارية وهذه الأمور. هاي مهمة، هاي واللي وراها مهمات. التاتش باد، التاتش باد هاي موجودة هنا، جاي تشوفوها قبالكم بالصورة. هاي لوحة تستجيب للضغط لما نحرك الإصبع عليها، وتكون بدلا عن الماوس. فهنا إذا قال لي من هي بديل الماوس أقول له التاتش باد. هاي مهمة تجيني MCQ. نجي للسلايد اللي بعده، أيضا مهم هنا. هاي من هو اللي يعمل عمل الماوس ويكون أسهل منه؟ أقول له اللايت بن. زين، إذا اللايت بن هو راح يعمل لي عمل الماوس ويكون أسهل منه. زين، البديل مال الماوس شنو هو؟ البديل قلنا من هو التاتش باد، واللي يكون يعمل عمل الماوس وأسهل منه اللايت بن. فهاي أركز عليهن، التاتش باد واللايت بن، إنه اللايت بن يكون يعمل عمل الماوس بس يكون أسهل منه، والتاتش باد راح يكون بديل عن الماوس. أوكي. هنا ليش هو يكون أسهل من الماوس؟ بحيث إنه هو اللي راح تجي وياه شاشة خاصة. زين، راح أقدر أنفذ بعض الأوامر منه، وراح أقدر أرسم عن طريق هاي الشاشة الخاصة. زين، راح نجي حاليا إلى وحدات الإخراج، الانبوت يونت. هنا راح نحفظهم عربي وإنجليزي. عندي المونتينر اللي هي شاشة العرض، والسبيكرز اللي هي السماعات، والبرنت الطابعة، والبلوتر اللي هي شنية الراسمة. راح نجي إلى شاشة العرض. هاي شنو؟ يعني جهاز يعرض لي المعلومات اللي موجودة اللي أنا أريد أستخدمها، أشكال وأنواع. عندي السبيكرز راح يعني هي تطلع لي الصوت المستخدم الموجود مثلا بالألعاب، الفيديو، أي تطبيق موجود بالحاسوب. البرنت هي عبارة عن جهاز يطبع لي هذه الأمور على الورقة. زين، وعندي أنواع منه، مثلا الطابعة الليزرية، الطابعة النفاثة، والطابعة النقطية. أما البلوتر هاي جهاز هم يكون مشابه، فإذا قال لي من هو الجهاز المشابه للطابعة أكيد أعرفه، بس شنو يطبع لي صور أكبر من الطابعة. ذيك تطبع لي بورقة، هاي تطبع لي هذني البوسترات وهاي الأمور، وتكون بدقة عالية. بس راح نجي إلى النوع الثالث من الوحدات، هي وحدة المعالجة المركزية. زين، وحدة المعالجة المركزية هي عبارة عن قطعة تتكون من 3 أجزاء رئيسية: وحدة الحساب والمنطق، ووحدة التحكم اللي هي control unit، ووحدة الذاكرة الرئيسية اللي هي mini memory. زين، تنحفظ عربي وانجليزي. اول شي راح نبلش بوحدة الحساب والمنطق. هاي وحدة الحساب بالمنطق تقوم بأي عملية حسابية ومنطقية. زين، والاختصار مالتها ايضا نحفظه، لانه في حال تجيني ما راح تجيني هاي الكلمة كلها، يعني من المحتمل انه يجيني الاختصار ILU. السلايد اللي بعدها جاي يحكي لي عن وحدة التحكم الكنترول يونت، اللي هي هذا الاختصار مالتها ايضا امامكم. هاي شنو راح تسوي؟ هاي بها هواية MCQ. ممكن يقول لي منو هي اشهر المعالجات اللي تستخدم في اجهزة الكمبيوتر المتوافقة مع هاي الشركة، العفو المتوافقة مع IBM وهي شركة الانتل. او ممكن يقول لي منو هي الوحدة اللي تقاس سرعتها بالميجا هرتز، او من هي اللي تقوم بتنسيق بين اجزاء الحاسوب والاشراف العملي، أو العفو والإشراف على كافة العمليات اللي تكون داخل الحاسوب. كل هاي النقاط ممكن تجيني MCQ تخص وحدة التحكم. فهي عبارة عن إنه
وحدة تقوم بتنسيق الأعمال بين أجزاء الحاسوب وإشراف على كافة العمليات اللي تكون داخل الحاسوب، وهي تقاس بوحدة الميجا هرتز، وهي من أشهر المعالجات التي تستخدم مع الكمبيوترات المتوافقة مع IPM من شركة انتل. هاي كلها نقاط تجيني بالMCQ عادي. أما بعدها فهي الميني ميموري اللي هي الذاكرة الرئيسية، راح تنقسم إلى نوعين: ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة القراءة أو المقروءة فقط. طبعا الاختصار هنا مهم عندي. ذاكرة الوصول العشوائي ناخذ أول حرف من اسمها راندوم، وناخذ أول حرف من كل كلمة. هاي الذاكرة محدودة السعة وتفقد محتوياتها، بس ينقطع عنها التيار بعد ما أقدر يعني الشغل اللي كنت أشتغله يروح. لكن ذاكرة مال القراءة اللي هي read only memory، اللي هي شنو؟ ذاكرة القراءة. طبعا only يعني فقط، هي ذاكرة القراءة فقط. فهنا هاي تكون ما تفقد محتويات، تحافظ على المحتويات إذا انقطع التيار. هاي بها تجي MCQ مهمة جدا وأجد. راح نجي إلى وحدة التخزين الثانوية اللي هي secondary unit. راح نجي هاي راح تشمل لي الأقراص المرنة الأقراص المرنة اللي هي floppy disk، والأقراص الصلبة الهارد ديسك، والأقراص الليزرية CD والDVD، والفلاش ميموري اللي هي الذاكرة اللحظية. زين، تنحفظ عربي وإنجليزي. هنا المكونات قصدي الأقراص المرنة الفلوبي ديسك، هاي تتميز بشنو؟ ممكن يقول من هي الأقراص أو منو هي الجزيئات اللي تتميز لي بسهولة نقل. أولا سهولة نقل، ثانيا رخص ثمن، بس سعتها شنو؟ سعتها حجم السعة مالتها يكون قليل، يعني ما أقدر أخزن بها هواي، وسرعتها بطيئة. يعني بيها عيبين وبيها مميزتين. المميزتين إنه هي سهلة بالنقل ورخيصة بالثمن، بس حجمها مال الخزن صغير وسرعتها كلش بطيئة، وتتميز بهذا الرمز. فهاي هي الفلوبي ديسك. زين، هسه نجي للي وراها، يقول لي إنه هاي الهارد ديسك هي من أهم وسائل التخزين. إذا قال لي ما هي أهم وسائل التخزين الثانوية، شو أقول له؟ أقول له الهارد ديسك. تتميز بالسعة والسرعة ووحدات التخزين، تكون بها هواي وحدات تخزين، أغلاها ثمن، تكون هي أغلى وحدة. إذا قال لي ما هي وسائل التخزين الثانوية إلا أغلى ثمنا، نقول له الهارد ديسك. زين، إذا قال لي منو هي الوسائل التخزين الثانوية اللي تستخدم لحفظ كافة أنواع البيانات، يعني أي نوع من أنواع البيانات اللي أريد أحفظها، أقول له الهارد ديسك. فهنا هذه المميزات ممكن تجيني كMCQ. هنا أنا عندي الأقراص الليزرية، كل الصفات الحلوة بيها: رخص ثمن، وسعتها كبيرة، وسريعة، وسهلة بالنقل. زين، فهذه بيها كل المميزات. هنا أنا عندي أنواع الذاكرات اللحظية الفلاش ميموري، راح يكون بيها نوعين. النوع الأول اللي هو شنو هو؟ بطاقات الذاكرة اللي هي الميموري كاردز. هاي راح تستخدم بس بالأجهزة. ركزوا لي، أكو واحدة راح تستخدم عندي هنا بالأجهزة، والثانية راح تستخدم عندي وين؟ اللي مزودة بالمنفذ. يعني هنا راح تستخدم لي بأجهزة الاتصال والكاميرات. هاي سعتها كبيرة وصغيرة الحجم، وما تحتاج إلى طاقة حتى تحفظ، ما تحتاج إلى يعني إنه تكون مربوطة بكهرباء حتى تحتفظ لي بالمحتويات. هاي أيضا نفس المميزات، بس هاي وين استخدمها بالحاسبات المزودة بمنفذ USB. زين، هذا شكلها قبالكم. هاي الUSB هذا شكلها، وهاي هذا شكلها. هاي ما تحتاج إلى منفذ USB، هاي تحتاج إلى منفذ USB. هنا احنا خلصنا الجزء الأول أو المحاضرة الأولى اللي هي تخص مكونات الحاسوب الآلي.